خضرة وبامبا ومراتي سورية، حكاية عيلة الفنان محمد هنيدي المعمرة. هي دي آخرتنا يا منعم؟ نبيع فل؟ ملك يا هيمة، هو احنا كنا وزراء واترفدنا؟ كلمات كلنا فاكرينها وما بتغيبش عن بالنا في كل مواقف البهدلة والسعي في الدنيا ودق الأبواب، واللي قالها الفنان محمد هنيدي في فيلم إسماعيلية رايح جاي. ده غير جدته خضرة وبامبا ومراته السورية. هنيدي من عيلة معمرة، وأمنيته يكون زي جده وعمه اللي ماتوا سنهم أكتر من 100 سنة، أستاذ الكوميديا السوداء زي ما بيسموه أهل الفن. محمد هنيدي أحمد عبد الجواد، اللي ظهر في برنامج مع الإعلامي محمود سعد وحكى قصة جده أحمد عبد الجواد اللي وصل سنه ل 102 سنة، وجده التاني عبد الجواد وده اللي من المعمرين الحقيقيين اللي فارق الحياة وهو سنه فوق 134 سنة وكان بكامل صحته جسديا. ده غير إن أسنانه كانت سليمة وما وقعتش زي كبار السن اللي بنشوفهم دلوقتي. أما والد الفنان محمد هنيدي اتوفى وهو في سن 76. هنيدي شاف إن والده فارق الحياة بدري مش زي باقي عيلته، وعلى عكس أخوه اللي هو عم محمد هنيدي اللي لسه عايش لحد النهاردة وعنده 85 سنة. وهنيدي نفسه ربنا يطول في عمره زي جده وعمه، ونفسه إنه يكون صحته كويسة ويعيش عمر طويل ويوصل لسن عمه وجدوده، بس تكون حياته سعيدة من غير أمراض. هنيدي شايف نفسه في سن المراهقة أو سن الطفولة، وده على حسب العيلة المعمرة اللي هنيدي بينتمي ليها واللي كلهم بيفارقوا الحياة فوق 100 سنة. هنيدي حكى إن جدته أم أبوه كان اسمها خضرة، وجدته أم والدته كانت اسمها بامبا. ما كانتش عيلة معمرة وبس، لأ دي كانت عيلة ليها قصص وحكايات مليانة بالغرائب والطرائف. جدك بس اللي عاش 102؟ جدي احمد 102. ابويا في ال 76 واستأذن. محمد هنيدي احمد اللي احنا بنتكلم عنه عبد الجواد انتقل 134 سنه. عبد الجواد. هنيدي ما بيتكلمش عن عيلته، ودي تعتبر المرة الأولى اللي بدأ يتكلم عنهم، وأول ظهور لمراته السورية وبناته وابنه أحمد كان في فندق من فنادق القاهرة اللي بتطل على النيل في فرح واحد من أصدقاء هنيدي، ودي كانت أول صورة إعلاميا تجمع بين كل أفراد أسرة هنيدي في مناسبة عامة. هنيدي بدأ يظهر مع ولاده في صور كتير زي ما ظهر مع بنته فاطمة في حفل تكريمه، ومع ابنه أحمد لما علق على صورتهم سوا على انستجرام وقال قدامك فرصة يومين تحلق النجيلة اللي على راسك دي وإلا هحلقها لك وانت نايم. هنيدي متجوز من سورية مصرية اسمها عبير السري، واتجوزوا سنة 1997، وأبوها رجل الأعمال السوري السري مضيف الأسعد. وأول ما اتجوزت هنيدي اشترط عليها إنها تتفرغ لبيتها وعيالها وما تظهرش إعلاميا معاه في أي حوار، وفعلا ما ظهرتش ولا في حوار صحفي أو إعلامي. في النهاية شاركونا في التعليقات عن هل كنتوا تعرفوا كل الأسرار دي عن هنيدي؟ واعملوا لنا لايك وانتظرونا في سر جديد وحكاية جديدة. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.